Audio Jungle. قصة أحمد حارس المفتاحي. قبل أن نبدأ دعونا نصلي على محمد وآل محمد. في أرض بعيدة، كان هناك شاب شجاع يدعى أحمد. ترددت الأخبار حول مدينة مظلمة تحكمها يد من حديد، الملك ظافر الظالم. كان يستغل سلطته لإذلال الشعب ونهب ثرواتهم. جميع من حاولوا الثورة ضده فشلوا، وسط الظلام واليأس الذي يخيم على المدينة. في يوم من الأيام، اكتشف أحمد مفتاحاً غامضاً في منزله العتيق. لم يكن يعرف أصله أو قوته، لكنه شعر بالتأكيد بأنه مميز. قرر أن يستخدم هذا المفتاح السحري لمساعدة أهل المدينة على التخلص من طغيان الملك. باستخدام المفتاح السحري، تمكن أحمد من فتح أبواب غامضة تقوده إلى ممرات سرية وغابات مظلمة. خلال رحلته، التقى بشخصيات مثيرة للإعجاب مثل الساحرة الحكيمة والمحارب الشجاع. حصل على قوى سحرية جديدة وتعلم كيفية استخدامها بحكمة وشجاعة. أخيراً، وصل أحمد إلى قلعة الملك ظافر. كانت معركة ملحمية تنتظره. استخدم قوته السحرية وحكمته لهزيمة الحرس الشرس وواجه الملك ظافر بنفسه. خلال القتال، قدم أحمد للملك فرصة للتوبة والتغيير، لكن الملك رفض وأصر على الاستمرار في طغيانه. باستخدام القوة الكامنة في المفتاح السحري، ألقى أحمد لعنة على الملك ظافر، وأزيلت سلطته الظالمة. تحررت المدينة من القهر والظلام، واستعاد الشعب حريتهم وكرامتهم. تذكر هذه القصة كمصدر إلهام للأجيال القادمة، ويحتفل الشعب بشجاعة أحمد وقوته وتضحياته لإنقاذهم. وهكذا انتهت قصة حارس المفتاح الخيالية. أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتك. أشكركم جميعا على مشاهدتكم الفيديو ومتابعتكم للقناة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى واستفدتم منه. إذا كنتم تروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون في متابعة المزيد من المحتوى المثير والمفيد، فننصحكم بالاشتراك في القناة.